3 سنين ونص ومستواه صفر؟ ازاي؟ ما هو يا جماعة لازم نكون برضو عندنا توازن. انا مع فكرة ان احنا نأسس الطفل كويس جدا قبل المدرسة، ويكون بيعرف يقرأ ويكتب قبل المدرسة، بس في نفس الوقت يعني يكون في توازن. 3 سنين ونص ده الطفل لسه صغير، بيستقبل بس. فانتي واجبك انتي ما تعقديش نفسك وتعقدي نفسيتك، لازم تراعي المرحلة. هو 3 سنين ونص لسه صغير، المرحلة دي انتي بتخليه شخبط كتير، يحب الالوان، يحب الورق، تمرن عضلات ايده، يحفظ الحروف مثلا. هتكتبوا له الالف، انتوا ممكن تقعدوا في حرف الالف، ممكن تقعدوا في الالف اسبوع يحفظ حرف الالف عادي. لسه في مرونة معاكي وفي وقت معاكي. فبلاش، انا دايما بقول اسسوا اطفالكم قبل المدرسة، خليهم يعرفوا يقرأوا ويكتبوا، بس الموضوع يجي بتسلسل، مش بضغط على نفسك ونفسيتك وعلى الطفل. تمام. المعلمة اللي بتقولك مستوى صفر، انت لازم تكوني فاهمة سمات المرحلة دي، فاهمة ان ابنك مش هيكتب في ثانية، لازم يشخبط كتير، ايديه تتعلم، ايديه تتمرن كتير كتير كتير، يشخبط يشخبط يشخبط. انا بنتي 3 سنين مش مستنية برضو منها حاجة، انا بخليها تشخبط بس. الشخبطة دي هتأهلها، والتلوين هيأهلها لمرحلة الكتابة. وبديها حرف حرف، يعني بديها حرف الألف ممكن قعدنا فيه أسبوع، حرف الباء قعدنا فيه مدة. فأنا شايفة إن أهم حاجة تدي الحرف باللعب. السن اللي انت خلاص هتجزمي فيه وتبتدي بقى تدي للطفل اللي هو لازم تكتب ولازم تحفظ، مش 3 سنين ونص، اكيد مش 3 سنين ونص. فيكون عندنا صبر ويكون في توازن، ما نضغطش نفسنا وما نضغطش الاطفال عشان ما يتعقدوش في المدرسة ويتعقدوا في القراءة وفي الكتابة. ف3 سنين ونص انت علمي طفلك باللعب وبالتلوين، ما تضغطيش عليه في الواجبات، تلوين فقط فقط. تمام. وباللعب وبالضحك، وده اسمه ايه؟ الف اسد. يلا بسرعه قول ورايا الف اسد، تعالى نلون يلا انا وانت. حفظ الالف خلاص، اديله حرف تاني حرف السين وراجعي له على الالف. فالموضوع عاوز من حضرتك صبر واستمرار، والحرف اللي الطفل واقع فيه بيجيبه مع المراجعه. يعني مثلا مثلا ابنك مش حافظ حرف الميم، هو حافظ الالف كويس، مش حافظ حرف الميم، خلاص مع المراجعة هيجيبه. نراجع كل حصة على الالف والميم، على الالف والميم، مش لازم ندي حاجة جديدة. نراجع على الحرفين اللي احنا اديناهم لحد ما يبقى كويس جدا فيهم. خلاص بقى كويس جدا، ندي الحرف التالت. مشكلة بقى اغلب المعلمات، اغلب الامهات، اغلب الناس بيدوا الحروف ورا بعض، الف باء سين حاء، ايا كان بالترتيب او بعشوائي. الطفل ما بيلحقش يتقن الحرف، بندخل على الحرف اللي بعده. ليه؟ ليه تعقدي نفسك؟ ادي حرف واحد بس، ايا كان المده اللي انت هتقعدها مع طفلك، بس يكون في متابعه مع الطفل. يعني مثلا كل يوم تقرأوا شويه، في يومين 3 والله هتلاقي الطفل حفظ الحرف ان ما كانش حفظه في القعده. يعني انا بدي الحرف الطفل الحرف، وفي القعده بيكون استوعبه بنسبة 80%. لما نيجي نراجع عليكي بعد كده 90%. مع المراجعة الطفل بيحفظ الحرف كويس جدا بنسبة 100%. فالموضوع سهل وبسيط، بس نبدأ صح. فما تعقديش نفسك، لسه الوقت قدامك، وما تعقديش طفلك بقى وتكرهيه في المذاكرة وفي الدراسة. لا، بالراحة وبشويش وكل حاجة تبقى تمام. انا عاوزه اقولك حاجه كمان. انت بتقولي ابني بينسى كتير. اوقات الاطفال يا جماعه بتستقبل بس، بتفضل تستقبل وتخزن، تستقبل وتخزن، لحد ما تيجي فجأة تنطلق وتلاقيها حافظة حاجة انت اصلا بتحفظها لها بقالك كتير. يعني مثلا سورة الفلق، كان عندي بنت عمالة احفظها في سورة الفلق، والبنت مش مستوعبة خالص، عمالة اعيد والبيت يكرر ورايا واجي اسمع لها مفيش. لحد بعد فترة، الكلام ده من سنين، اول ما بدأت ان انا ادرس يعني. بعد فترة مدة اقول لها سمعي لها سورة الفلق، لقيتها بتسمع لي السورة كلها. هل هي حفظت السورة في ثانية؟ او في اقدر اقول ان هي حفظتها في اليوم المعين، اليوم اللي هي قررت فيه؟ لا، هي حفظت نتيجة ايام كتير انا قررت فيها، فتخزن جواها، حفظت جواها، خزنت المعلومات لحد ما طلعتها في لحظة معينة. برضو هكذا اوقات الطفل بيقابلني كتير جدا، اوقات الطفل بيفضل يخزن معلومات
وبعد كده تلاقيه في ثانيه بقى شاطر، بقى بيعرف يكتب كويس، بقى حافظ الحروف كويس. فانت بتدي للطفل المعلومه بشكل بسيط وبشكل سلس، وبتستني النتيجه بقى في وقتها. وقتها ده امتى ما نعرفش. طالما انت بادئه مع معلمه كويسه وبادئه مع طفلك بالراحه وبتسلسل، الوقت هيجي امتى بقى؟ اصبري. مش في ثانيه كده خلاص الطفل هيبقى كويس وهيتحسن. وان انت تكوني عارفه ان النسيان من سمات المرحله دي، ان الطفل ينسى. لازم تكرري مع كرري كتير. انتوا لو كل يوم هتقعدوا 10 دقايق احسن ما تقعدوا ساعه. مثلا يومين في الاسبوع تقعدوا ساعه، لا، كل يوم اقعدي لي 10 دقايق بس. لونوا حرف الالف. والله هي دي الطريقه، اسمعي كلامي، دي الطريقه اللي هتجيب نتيجه. حرف الالف لونوه 10 دقايق وافضلوا كرروا. هو بيلون، انت يا ستي مش راضي يلون، لوني انت قدامه وافضلي قولي الف اسد الف اسد الف اسد الف اسد، لوني قدامه. لو خلاص هو مش راضي، خلاص طب اقعد ويلا قول. انا هقول الف اسد الف اسد. هو بيسمع، هو بيحفظ. هو لما بيسمعك كده بيحفظ، لما بيشوفك وانت بتلوني بيحفظ. ففي طرق كتير غير مباشره ممكن تستخدميها علشان تعلمي طفلك.